السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله باذن الله حلقة خفيفة لذيذة كده سريعة. الحلقة دي ممكن تطول شوية، ممكن ربع ساعة تلت ساعة، بس ان شاء الله تكون حلقة لذيذة وخفيفة عليكم. هنتكلم فيها شوية عن اخبار نادي الزمالك، هنتكلم فيها عن تصريحات ريبيرو، وعن تصريح المدير الفني لنادي بورتو، وعن تصريح كابتن عماد النحاس. هنتكلم فيها عن شوية أخبار كده للنادي الأهلي ونادي الزمالك، وهنتكلم فيهم عن انتقالات وعن عروض. يعني إن شاء الله تكون حلقة لذيذة كده بإذن الله. طيب، خلينا نبدأ بنادي الزمالك. ويا جماعة أنا بفكر تاني، أنا ما بحبش أقول أخبار نادي واحد، مثلا أقول أخبار عن نادي الزمالك بعد كده أخبار النادي الأهلي بعد كده أقفل الحلقة. لا، أنا بحب يبقى خبر من هنا، خبر من هنا، خبر من هنا، خبر من هنا، عشان أنت ما تزهقش مني. في نفس الوقت أنا ما زهقش وأنا بدي لك الأخبار دي وبدي لك رأيي فيها. خلينا نبدأ بنادي الزمالك. إعلان نادي الزمالك عن تعاقده مع شركة نايكي. طيب، أنا بشوفها أو بشوفه تعاقد كويس جدا. أولا، التعاقد ده لمدة 3 سنوات. التعاقد ده نادي الزمالك مش هيدفع فيه أي فلوس، مقابل إن شركة نايكي هتوفر الملابس الرياضية لكل الفرق الرياضية في نادي الزمالك، يعني كرة القدم وكرة اليد والباسكت والطايرة، توفر كل الملابس. بل بالعكس، وكمان هتدي فلوس للنادي الاهلي، لنادي الزمالك، انا اسف، عفوا. فبصراحه انا شايفها يعني تعاقد كويس قوي. وعايز هنا اكد لك على نقطه. بص على اداره نادي الزمالك لما تشتغل بقى صح، لما جينا نشتغل بجد يا جماعه، لما ركزنا في ورقتنا، لما بصينا لنفسنا، ابتدينا ننجح اهو. انا زي ما قلت قبل كده، انا اهلاوي، بس قسما بالله انا اكتر واحد بتمنى نادي الزمالك يرجع اقوى من الاول. تمام. ربنا بيدي لك فرصه تانية. ربنا اداك فرصه امام ماتش بالميراس، وهنا بتكلم عن النادي الاهلي. ربنا اداك فرصه في ماتش بالميراس ان هو حصلت عاصفه والماتش توقف لمده تقريبا نص ساعه. ربنا اداك فرصه هنا عشان تراجع حساباتك قبل ما تنزل الوقت المتبقي، ومع ذلك انت نزلت ما عملتش اي حاجه. ربنا هنا بيديك فرصه تاني. ايه هي الفرصه؟ اصابه حارس بورتو الاساسي دييجو كوستا، مش بس كده، والحارس الاحتياطي صامويل بورتوجال. فالمفروض انت هنا تنزل تضغط وتكسب وتسجل اجوان كتير. طيب، امال فريق بورتو عمل ايه لما اتصاب الاثنين الحراس بتوعه؟ في بند في كاس العالم للانديه بيسمح ان انت لو عندك الاثنين الحراس، والكلام ده على الحراس بس، الاثنين الحراس اتصابوا، بتبعت تجيب حارس من البلد بتاعتك. فبورتو طبعا استغل البند ده وجاب حارس لسه صغير 19 سنه، طبعا خبره قليله، طبعا هيبقى خايف، هيبقى مهزوز. طبعا احنا الحمد لله بفضل ربنا النادي الاهلي ليه جماهير كتير في امريكا، فالمفروض ان الحارس ده صغير في السن، زي ما قلت لك ما عندوش خبره، فالمفروض ان هو هيتهز امام الجماهير دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، زي ما قلت لك ما عندوش خبره. رقم ثلاثه، حارس ما لعبش 4-5 ماتشات اساسي مع فريقه. فبالتالي انت دي فرصه من ربنا، المفروض انت تستغلها احسن استغلال. طيب، خلينا نرجع تاني لنادي الزمالك واللي بيفوض اسامه فيصل. هتقول لي ايه ده؟ هو مش النادي الاهلي كان بيفوض اسامه فيصل؟ اقول لك بس النادي الاهلي غير وجهته. طب ليه غير وجهته؟ هقول لك ليه. اصل اسامه فيصل لما جه يتعاقد مع النادي الاهلي قال لك ايه؟ لا، انا العب اساسي. طب وسام العب اساسي. طب جراديشار لا، العب اساسي. انا لو جيت النادي الاهلي العب اساسي. وانت عارف ان الاهلي ما بيقبلش شروط من حد. النادي الاهلي ما بيتحطش عليه شروط، انت تقعد وتسمع اللي اتقال لك. ده النادي الاهلي يا باشا. تمام. فطبعا هنا النادي الاهلي غير وجهته على طول. فمين اللي دخل مفاوضات مع اسامه فيصل؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك اتطلب منه كام عشان يحصل على خدمات اسامه فيصل؟ 70 مليون. 70 مليون. تعالى هنا بقى اثبت لك فشل الادارات السابقه. اسامه فيصل ازاي خرج من نادي الزمالك بملاليم وبيطلب فيه دلوقتي 70 مليون؟ طب ما هو كان عندك، بعته ليه؟ بيعه بملاليم والنهارده بيطلب منك فيه 70 مليون. وهتشتريه على فكره، انت ما عندكش خلاص. انت اعلنت ان انت هتسرح جزيري.
وطبعا زي ما احنا عارفين الكابتن الاسطوره ناصر منسي على الله ان شاء الله. فطبيعي انت هتجيب مهاجم تاني، طبيعي انت هتجيب مهاجم تاني، وغالبا هو اسامه فيصل، وهتدفع ال 70 مليون مضطر. طيب لما الاهلي غير وجهته راح على مين؟ او مين المهاجم الثالث اللي الاهلي عايز يجيبه؟ مصطفى محمد. الاهلي كثف معاه المفاوضات بطريقه مرعبه. لعيب كبير، مهاجم تقيل، بيلعب براسه كويس قوي، بيلعب بيمينه وبيلعب بشماله، مهاجم عالمي. اتمنى طبعا ان مصطفى محمد يكون متواجد في النادي الاهلي يعني. طيب عايز اروح على ريبيرو اللي طلع في تصريح يؤكد لك ان النادي الاهلي هيلعب بشكل مختلف امام بورتو. هو قال كده بالنص، هو اكد للجماهير ان النادي الاهلي هيلعب بشكل مختلف امام بورتو. اتمنى بس انا مش شايف لها الا حل واحد هقوله لك، بس انا عايز اعرف انت ايه اللي جواك، يعني هتعمل ايه؟ هتعمل ايه عشان النادي الاهلي يظهر بشكل مختلف؟ انا ما قداميش الا حل واحد. انت عندك شوط اول بتنزل فيه قوي جدا، الشوط الاول ده انت تلعب فيه بكل اسلحتك، تهاجم هجوم ضاري، كل اسلحتك تهاجم بيها. ماتش يبقى شوط اول يبقى هجومي بحت، تجيب جونين ثلاثه، تنزل الشوط الثاني كله تحت الكوره وما يخشش في الجون، كله تحت الكوره وما يخشش في الجون. ده الحل الوحيد اللي قدامي. لو انت هتعمل كده اتمنى يعني انا لو مكانك هلعب بزيزو يمين، شمال بن شرقي، قدامهم وسام، تحت وسام بن رمضان، 2 6 و8 ديانج وحمدي فتحي، الاربع باكات. وطبعا هاني مش هيشمها ولا كوكا هيشمها. اللي هيلعب يمين رمضان بيكهام، واللي هيلعب شمال عمر كمال. وقلبين الدفاع زي ما احنا عارفين ياسر وداري. لو داري مش هيلعب يبقى هلعب بياسر والعش. ده اللي انا اعرفه. ده لو انت فعلا عايز تهاجم هجوم ضروري وفي نفس الوقت تبقى مأمن خطك الدفاعي. غير كده احنا بنهرتل، غير كده احنا ما بنلعبش كوره، غير كده يبقى انت مش نازل تكسب. خلينا بصراحه بقى. لكن شغله ان انا مايل الملعب ناحيه تريزيجيه والعب من القلب، فكك منه عشان ما بياكلش عيش. ولاعيبه النادي الاهلي مش حافظه الطريقه دي ومش فاهمه الاسلوب ده اصلا. يا باشا العب كورتك هتكسب والله، مش محتاجه فلسفه. العب الكوره اللي تلعبها في الدوري والله هتكسب. 3 فرق اللي معاك في المجموعه على قدهم خالص، العب كورتك بس. طيب كده قلنا التصريح بتاع ريبيرو. طيب تعالى نقول لك على حاجه كمان. الزمالك حاطط عينه على مين؟ حاطط عينه على احمد عبد القادر. هو مش لسه في الاهلي؟ يا عم لسه في الاهلي، بس تفتكر فرصه وجود احمد عبد القادر في النادي الاهلي دلوقتي بقت كام في المية؟ قبل تريزيجيه ولا بعد؟ قبل تريزيجيه كانت 70 80%. طب بعد تريزيجيه بقت 10%. لان تريزيجيه بن شرقي هيبقى ثالثهم احمد عبد القادر. ده انا كده ما كلمتكش في الدكه، يعني ما كلمتكش في بقيه الناس اللي بتلعب وينج شمال. فاهم قصدي؟ فما اعتقدش ان احمد عبد القادر هيبقى ليه مستقبل مع النادي الاهلي. طيب اللاعب بيمتلك عرضين اصلا، من بيراميدز ومن نادي الزمالك. بالنسبه لك ايه الاحسن فيهم؟ بيراميدز عرض كبير وفلوس كتير معاك، بس ما فيش ظهير جماهيري. ودي كارثه. ودينا شفنا الفرق او اللعيبه اللي بتروح نادي ملوش ظهير جماهيري بتعمل ايه. فاتوقع انضمام احمد عبد القادر لنادي الزمالك، وبصراحه ده الانسب. لان هيلعب اصلا مين هيلعب على احمد عبد القادر في نادي الزمالك؟ شلبي؟ انا العب على شلبي والله. انا على قدي بس العب عليه. احنا مش هنهزر، نفس مستوى محمد هاني برضه، فاهم؟ على الله ان شاء الله. طيب ده على احمد عبد القادر. تعالى نتكلم عن اداء ريال مدريد امام باتشوكا والفوز عليه 3-1. ريال مدريد انا اتفرجت على الشوط الاول بس. ريال مدريد يتطرد منه واحد في اول 10 12 دقيقه حاجه زي كده ويهاجم. بصراحه ما شفتهاش بتحصل مع ريال مدريد. فريق يا باشا هو نازل الماتش عارف ان هو هيكسب. هو نازل الماتش عارف ان هو هيكسب. فكك كلمني بقى في اللي اتطرد واللي ما بيلعبش كويس واللي مضيع فرص وي. انا نازل هكسب وانت مطلوب منك واحد. وانا مطلوب مني واحد. بس ريال مدريد مش اي حد، فاهم؟
النقطه دي كنت بشوفها في النادي الاهلي في فتره من الفترات، بس دلوقتي مش شايف. عارف شفتها امتى؟ شفتها لما مجدي قفشه كان بيكلم حارس، مش فاكر حارس مين، قال له والله برضه هتكسب حتى لو فضلت تضيع في الوقت، والله هتكسب، والله ما هتاخد البونت. وفعلا الاهلي اليوم ده كسب واخد الثلاثه بونت بتوع الدوري. انا مش فاكر كان ماتش مين ومين الحارس اللي كان واقع، بس فاكر ان قفشه اللي قال الجمله دي. الاهلي كان في فتره من الفترات بيبقى نازل الماتش عارف ان هو هيكسب، هرتل بقى واعمل اللي انت عايزه وتنطط وتشقلط، بس انا هكسب. وده اللي عمله ريال مدريد مع باتشوكا. هاجم يا باتشوكا يلا واعمل وتعالى وخد وودي وبتاع، وفي الاخر دخل جاب الثلاث اجوان بتوعه وخلص الماتش. شكرا. يركن في الانتريه على طول. طيب وعايز اقول لك ان كمان نادي العين الاماراتي للاسف خسران او خسر 6-0 امام السيتي. طبعا كنت اتمنى فوز الفرقه العربيه واتمنى صعودها، بس كده انا شايف ان الموضوع اتأزم قوي بالنسبه لنادي العين، خسارتين ورا بعض. وكمان بقول لك ان نادي الهلال احتماليه خروجه لو خسر من باتشوكا. طبعا اتوقع فوزه على باتشوكا، واتمنى كل التوفيق والله العظيم من قلبي، كل التوفيق للفرقه العربيه، بجد اتمنى كل التوفيق للفرقه العربيه. طيب عايز اتكلم عن كابتن عماد النحاس. كابتن عماد النحاس قال لك كابتن ريبيرو كان بيلعب ضد الاهلي ودارس لعيبه الاهلي وشاف لعيبه الاهلي واتمرن لعيبه الاهلي ده بالنسبه لي كلام فاضي مع احترامي يعني يا كابتن عماد. بس انا دلوقتي انت المفروض راجل كنت مدير فني قبل ما الراجل ده يجي. انا نفسي افهم ليه اداره نادي الاهلي رفض ان انت تكمل البطوله. معلش تعالى كده اتفرج على اخر 6 ماتشات للنادي الاهلي في الدوري. النادي الاهلي كان بيقدم اداء تاريخي، كان بيكسب بسكورات، اللعيبه كلها كان كل واحد حر وبيعمل اللي هو عايزه وفي نفس الوقت ملتزم بخطه وبتكتيك، فبالتالي انت كنت بتكسب مستريح 5 و6 و4 و3 ليه انت ما تكملش البطوله؟ يا جماعه قسما بالله احنا معانا 3 فرق في المجموعه، لو لعبت معاهم كوره بتاعتك هتكسب الكوره بتاعتك بس. فمش قادر افهم ده، بالنسبه لي تصريح مستفز من كابتن عماد النحاس. لا يا باشا، انت كان المفروض انت يبقى ليك تدخل فني في الماتشات دي. كان المفروض تقول لا ده ما يلعبش هنا، لا ما تميزش الملعب الناحيه دي، لا العب كمان وينج يمين وينج شمال. يا باشا انا عايزك تبص على ماتش بالميراس لما ترحل زيزو يمين وكان بيلعب نزل بن شرقي، والله العظيم انت لعبت اخر 6 دقايق، اخر 6 دقايق في الماتش واول 6 دقايق في الماتش، دول اللي انت لعبتهم. 6 دقايق الوقت بدل ضايع اللي في الشوط الثاني واول 6 دقايق في الماتش، دول اللي انت لعبتهم في الماتش. لعبت في الماتش بالظبط 12 دقيقه، بعد كده انا ما شفتهاش. فانت لما لعبت بوينج يمين لا انت ظهرت، لما طلعت تريزيجيه نزلت من شرقي لا انت ظهرت. طب ايه يعني ريبيرو امتى هيقتنع ان هو غلط، ان الاسلوب ده اللعيبه دي مش واخده عليه؟ يا عم ماشي، يمكن لما اللعيبه تاخد عليه وتفهم دماغك هيبقى كويس ماشي، بس مش دلوقتي، مش في البطوله دي. انت كده بتخرجني من البطوله دي حصاله، وانا بقول لك انت لو لعبت بالاسلوب ده قدام بورتو انت هتتهان وهتطلع حصاله بجد، فربنا يستر. طيب عايز اتكلم شويه عن اداره النادي الاهلي اللي جددت لهاني وقفشه والشحات وطاهر. الناحيه الثانيه ما جددتش معلول وعمرو السوليه ورامي ربيعه واكرم توفيق. انت جددت الاربعه وما جددتش الاربعه، اللي ما جددت لهمش دول ما جددت لهمش ليه؟ عايز افهم وجهه نظرك، شفت ايه في قفشه وهاني والشحات وطاهر ما شفتوش في الاربعه دول؟ تعالى نفصلهم واحد. اكرم توفيق ولا هاني في الباك اليمين؟ من غير ما تفكر مش مستاهل. اكرم توفيق طبعا. علي معلول ولا كوكا؟ من غير ما تفكر علي معلول لو برجل واحده هو احسن من احسن باك شمال في مصر. طيب عمرو السوليه ما يلعبش موسم كمان؟ طيب موسمين كمان؟ لا يلعب. اتفرج يا باشا على عمرو السوليه اخر ماتشين ولا اخر 3 في الدوري، لا مقدم مستوى كويس، مش اللي هو بس مقدم مستوى كويس، بيشوط من بره 18 بيفتح باصات لزمايله. لا ومع عمرو السوليه برضه مهما دبل الورد تاريخه بس وخبرته تخليه كفيل ان هو يلعب، مع احترامي يعني. رامي ربيعه يمشي ليه؟ رامي ربيعه ما تجددلوش ليه؟ انا عايز افهم. طلب فلوس زياده؟
تديله فلوس زياده. ما انت جايب بن شرقي بقد كده وتريزيجيه بقد كده ومش عارف بن رمضان بقد كده، تديله شويه الفلوس الزياده اللي هو عايزها. راح تقول لي رامي ربيعه مش المدافع اللي هو، اقول لك مش المدافع اللي هو، بس في اخر فتره تعالى تبص عليه، الراجل اتطور في اللعب وبناء الهجمه. الراجل بخبرته بيقطع الكوره اللي محتاجه سبرنت بخبرته. زي بدر بنون، شفت بدر بنون ما كانش سريع، بس يعني خبره في ان هو يقطع الكوره. كانت بتبقى في كوره محتاجه واحد يفتح سبرنت الاول، كان بيمد رجله بطريقه معينه يريح نفسه من السبرنت ويقطع الكوره، بيتوقع صح، بيقف صح. لا رامي ربيعه ما كانش يمشي من النادي الاهلي، راجل كابتن من كباتن النادي الاهلي، لا ما كانش يمشي. ادالك كام سنه ده؟ ادالك كام سنه؟ والموقف اللي حصل مع بيتسو موسيماني لما كان رامي ربيعه وكان عايز يمشيه ويوديه المقاولين باين، لا الراجل ده ما اثرش معاك، فانت المفروض ما تاثرش معاه. انا بستغرب من اداره النادي الاهلي في التجديدات وعدم التجديدات. جددت الاربعه ما لهمش اي قيمه وما لهمش اي لازمه، ومشيت اربعه يعني مش عايز اقول لك ليهم قيمه، انت من غيرهم ولا حاجه. وادينا بنتكلم ودي الحقيقه. اتفرج على النادي الاهلي في ماتشين من كاس العالم ازاي. طب اتفرج على النادي الاهلي توقع الاربعه دول فيهم، الاربعه دول في الماتشين دول، هتشوف اداء مختلف. على الاقل مش هتشوف واحد بيمرجح عيني، هتشوف واحد قافل لك اليمين ده ضبه ومفتاح، خلاص خلصت ضبه ومفتاح، محدش هيعدي. مش هيدي لك المسانده الهجوميه، انا معاك، بس ضبه ومفتاح مقفوله، زي ما قلنا. طيب عايزين نتكلم عن ان احنا قلنا من فتره ان النادي الاهلي نادي الزمالك قال ان هو هيتخلص من الجزيري، او مش هيتخلص منه، اللي هو هينهي التعاقد مع الجزيري او هيوجه الشكر للجزيري. طيب الجزيري حط شرط اساسي ان هو عشان يمشي من نادي الزمالك يحصل على كل الفلوس المستحقه ليه. طيب تقدر بقد ايه الفلوس دي؟ الفلوس دي تقدر ب 2 مليون و100 الف دولار، ده مبلغ كبير قوي على النادي الزمالك. بس تعال نتكلم بالمنطق، حق يا باشا، اديني حق، مش عايزني اديني حق. كولر لحد النهارده بياخد فلوس اكنه موجود في النادي الاهلي، حقه يا باشا، فادي الناس حقها بس. طيب عايز اتكلم عن تصريح للكابتن او الناقد الرياضي كابتن خالد بيومي. كابتن خالد بيومي بصراحه عايز يعني لو لابس قبعه هقلعها له واسقف له واقوم له واقف احتراما وتقديرا للكلام ده. كابتن خالد بيومي قال الكلام اللي انا نفسي اقوله بقالي سنين، اللي هو ايه؟ هقول لك. كابتن خالد بيومي اتسال عن تاهل الاهلي امام بورتو، قال لك تاهل الاهلي قدام بورتو. انا الاهلي بالنسبه لي خارج البطوله من ساعه ما تعادل مع انتر ميامي، عنده حق. فريق انتر ميامي مش الفريق اللي اتعادل معاه 0-0 اصلا، الفريق ده يشيل 4-5 مستريح، فمش ده الفريق اللي انت تتعادل معاه. فبالنسبه لي هو خارج البطوله من ساعه ما تعادل قدام بورتو، من ساعه ما تعادل قدام انتر ميامي، وحقه والراجل عنده حق في الحته دي. طيب الاهلي، هو الراجل بيكمل كلامه وبيقول انا كنت متوقع ان الاهلي هيكون متصدر مجموعته، وانا كمان والله كابتن خالد والله العظيم كنت متوقع ان الاهلي هيتصدر مجموعته، وقلت كده لواحد صاحبي، قلت له ان الاهلي اول مجموعته مستريح، بس الظاهر ان انا وانت يا كابتن كنا بنراهن على اشباه لاعبين مش لاعبين، زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت، اشباه لاعبين والله، اذا كان بقى هاني ولا الشحات ولا طاهر ولا قفشه ولا اشباه لاعبين مش لعيبه كوره، واحد بيطلب الكوره وهو في الاوفسايد ما يعرفش حاجه والله يا عم كوره، الف ب كوره ما يعرفش حاجه، واقف في الاوفسايد بفتان بعد نص الملعب ولاعيبه بالميراس على نص الملعب، وهو واقف بعد نص الملعب بيرفع ايده. ايوه عايز ايه؟ عندك يعني عايز تجاوب؟ ايه الرفعه دي؟ ترفع ايدك ليه؟ انت في الاوفسايد، انت ما ينفعش يلعب لك الكوره هنا، بن شرقي ما ينفعش يبعت لك الكوره هنا. محتاجين حد يقعد مع لعيبه الاهلي يفهمهم يعني ايه اوفسايد، يقف مع قفشه يفهموا يعني ايه اوفسايد، يقف مع مروان محسن، فاكره مروان محسن يفهموا يعني ايه اوفسايد. لا يا جماعه احنا مش عارف اقول لك ايه، لا بجد، بس دي مش اول مره تحصل. عارف لو اول مره يعني مروان محسن ما قلناش ان احنا محتاجين نقعد مع حد، نقعد حد مع لعيبه الاهلي يفهموا يعني ايه اوفسايد، بس واضح كده ان المشكله في النادي الاهلي. مروان محسن مره وادي الثانيه قفشه.
لا، اللعيبه دي واضح انها محتاجه تعرف يعني ايه اوف سايد. كابتن خالد بيومي برضو اتكلم عن ان المدير الفني ما يعرفش او لا يدرك اهميه وقيمه اللاعبين اللي عنده اللي هو ريبيرو. وبصراحه انا بشوف عنده حق في الحته دي. لما تشارك لي زيزو في نص الملعب يبقى انت ما تعرفش حاجه، يبقى انت ما اتفرجتش على زيزو، يبقى انت ما تعرفوش اصلا. زيزو خطورته كلها فين يا جماعه؟ خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح. زيزو خطورته كلها فين؟ تكمن فين؟ تكمن في وجوده على الطرف اليمين، وتكمن في العرضيات بتاعته وفي الكورنرات بتاعته. زيزو بيعرف يعمل حاجه ثانيه غير كده؟ لا. ماشي يا عم، بيعرف يعمل حاجات ثانيه غير كده، بس دي احسن حاجه هو بيعملها. طب ليه ما استغلوش في منطقته؟ ليه ادخله في قلب الدفاع لما امام عاشور اتصاب وواجه ماتش بالميراس العبه في نفس المكان؟ ادخله في قلب الملعب. طب ليه؟ هتلعب يا باشا على اليمين وخلي بن رمضان هو اللي بيلعب 10 زي ما هو بن شرقي او تريزيجيه يا عم، مع ان انا معترض على تريزيجيه دي، بس خليه بن شرقي. مش قادر افهم دماغ ريبيرو. وبصراحه الكابتن خالد عنده حق في الحته دي، ما اقدرش اطنطه. الراجل ده كده مش مدرك اهميه اللعيبه اللي عنده وقيمتهم. كابتن خالد اتكلم برضو عن ان الكوره في مصر بتدار بالمحسوبيه وبالفلوس وبالوسائط، والراجل عنده حق. بصراحه الكلام ده قدام عيني، قدام عيني يا جماعه. الكوره في مصر خربانه، الكوره في مصر خربانه. انت عندك لعيبه في قسما بالله في الشارع اقسم بالله يلعبوا دوري ممتاز مستريح. انا بعيني بشوف لعيبه في الشارع والله العظيم اساتذه، دول مش لعيبه كوره، دول اساتذه. فيبقى حرام تشوف لعيب كوره فعلا 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 يستاهل ان هو يلعب في النادي الاهلي وتشوف قفشه في النادي الاهلي، ده حرام. او تشوف محمد هاني في النادي الاهلي، حرام حرام والله العظيم حرام. الكوره في مصر فعلا بتدار بالمحسوبيه، فعلا بتدار بالفلوس، فعلا بتدار بالوسائط. خلينا صراحه، خلينا صراحه، هي الكوره في مصر ماشيه كده. فابوس ايديكم لو حد سمعني، ارحموني، ارحمونا. احنا جماهير وما بقتش الكوره بالنسبه لنا ترفيه، لا، احنا الكوره بقت بالنسبه لنا حاجه من الاساسيات. فاهم؟ يعني كفايه علينا كفايه اللي بيحصل فينا في الدنيا. فبالنسبه لنا ماتش الكوره ده هو اللي بيفكنا شويه. فلما نتفرج على ماتش كوره نحزن، ولا الواحد بيبقى عنده شغل الساعه 7 8 الصبح وسهران عشان يتفرج على الاهلي اللي بيفرحه، حرام يعني، حرام. قدرونا، احنا بنتعب والله العظيم، بنتعب والله. الكوره بالنسبه لنا ترفيه، بقت بالنسبه لنا شيء اساسي يا جماعه. بقت دي الحاجه الوحيده اللي بتخلينا مبسوطين. فحرام لما نتفرج على قفشه ولا هاني ولا حرام، حرام. احنا بنتعب برضه، كل بني ادم وليه قدره تحمل. حرام احنا تعبنا. فبصراحه شابوه للكابتن خالد بيومي. طبعا اختتم كلامه الكابتن خالد بيومي ان احنا 120 مليون، لو بصيت في الشارع هتطلع 100 صلاح و100 مرموش. وعنده حق، عنده حق. فشابوه للكابتن خالد بيومي. عايز اتكلم على التصريح اللي قاله المدير الفني بتاع نادي بورتو. طيب المدير الفني بتاع نادي بورتو طلع قال لك انا بهدي الفوز على النادي الاهلي لجماهير بورتو. بصراحه ده تصريح يحرق دمي. ولو انت اهلاوي وما حرقش دمك يبقى انت مش اهلاوي، يبقى انت مش اهلاوي من جواك. ده تصريح يحرق دمك. التصريح ده على فكره ليه ميزه وليه عيب، حاجتين. بس خلينا نبدا الاول بالعيب. اولا عيب لما مدير فني مجهول الهويه زي ده يتكلم عن النادي الاهلي بالاسلوب ده. معلش يعني، انت اقول لك مين؟ بيب جوارديولا اتكلم عليك بادب، انشيلوتي اتكلم عليك بادب، في ناس في مديرين فنيين كتير قوي اتكلموا عليك بادب. الكلب ده يتكلم عليك بالاسلوب ده ليه؟ عارف انت ما تستاهلش تلعب في النادي الاهلي لو ما نزلتش الماتش ده دوست على اللعيبه دي، دوست عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شوط 3، تاني شوط 3 4. ده المفروض بعد تصريح زي ده. عشان انت كلاعب بتلعب في النادي الاهلي يتقال عليك تصريح زي ده، يبقى انت مهزأ لو ما جبتش حقك. يبقى انت بني ادم مهزأ لو ما جبتش حقك، عشان مدير فني زي ده يتكلم عليك بالاسلوب ده. هو تقريبا مش عارف مين النادي الاهلي عشان يتكلم معاه بالاسلوب ده. طيب ايه بقى الميزه؟ ان انا من يوم ما بدات اشجع النادي الاهلي يا جماعه وما شفتش مدير فني اهان النادي الاهلي او اتكلم عليه بالاسلوب ده الا واتهان بعديها. فاتمنى ان المدير الفني ده يطلع مكسور عينه. اتمنى ان المدير الفني ده يطلع من الماتش ده مكسور عينه هو ولاعيبته.
انا عندي ثقه كبيره قوي في النادي الاهلي، مش عارف جايبها منين، بس انا عندي ثقه ان النادي الاهلي هيصعد. انا مش عارف والله جايب الثقه دي منين، بس انا عندي ثقه ان احنا هنصعد. عندي ثقه يا عم ان انت في الماتش ده هتأدي اداء كويس. على فكره بالمناسبه انا ما عنديش مشكله تخسر، اخسر، بس اطلع رافع راسك، اطلع لاعب كوره، اطلع فعلا من الماتش انت خسران بس انت عامل اداء مشرف. اطلع خسران من الماتش بس انت جايب 5 6 كور في العارضه، خلاص مش بتاعتك، هتعمل ايه طيب؟ هتعمل ايه؟ خلاص وصلت وشوت من جوه ال6 يارده وشوت من جوه ال 18 وشوت من بره ال 18 والكوره مش راضيه تخش، خلاص انت لعبت بالنسبه لي اداء مشرف. مش عايز منك حاجه تاني، اخسر عادي. والله العظيم ما هطلع لهم لعيب لو خسرنا، بس باداء مشرف. اطلع رافع راسك، بس انت لعيب في النادي الاهلي، شفتك بتعمل اللي عليك، شكرا، مش عايز منك اكتر من كده. ماتش الاول اللي خسر فيه الاهلي 5-0 من صن داونز، بعديها جم صن داونز لعبونا هنا في مصر، احنا كسبنا الماتش ده، كسبناه 1-0، انا فاكره لحد النهارده، كسبناه 1-0، بس كسبناه 1-0 وادائنا كان مشرف، فبالتالي الواحد ما عرفش يفتح بقه على لعيبه النادي الاهلي. مع انك خسرت منهم 5، كان المفروض تاخدهم هنا عندك 5-6، بس ما حصلش وطلعت انت كسبان 1-0. بس برجوله، جايب كور في العارضه، مهاجم طول الماتش انت في ال 18 عند صن داونز. انا بالنسبه لي ده اداء مشرف. خرجت من البطوله، خرجت يعني، بس طالع باداء مشرف، طالع رافع راسك، بس مش عايز منك حاجه تاني، والله العظيم ما عايز منك حاجه تاني. فاتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، واتمنى فوزه ان شاء الله بنتيجه 3 أو 4-0، وده اقل حاجه المفروض اللعيبه تصالح بيها الجماهير. 3-4-0 ما يجيبوش جول، دي اقل حاجه المفروض تصالح بيها الجماهير. بس كده، ده كان كل اللي معانا النهارده. ما تنسوش تصلوا على النبي، وما تنسوش اخواتنا في غزه، ربنا يا رب يتولاهم برحمته. ما تنسوش الدعاء ليهم، وما تنسوش الدعاء على اللي انتوا عارفينهم. انا كنت هشتم بس مش عايز اشتم، يعني خلي محتوى نضيف. فاتمنى ما تنسوش الدعاء لاهل غزه، واتمنى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا، السلام عليكم.